بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. ازاي تحسب اجرتك بعد انتهاء محافظه القاهره من تقسيم المناطق لثلاث مناطق اللي هي اقتصاديه متوسطه مميزه؟ ده اكتر سؤال جالي من بعد ما نزلت الفيديو ان محافظه القاهره خلصت وان الكشف نزل، وقلت للناس اللي عايز الكشف يبعت لي على الواتساب او على صفحه الفيس. انا كده كده منزل الكشف على صفحه الفيس عندي، وبرضه ببعته للناس اللي بتبعت لي، وانا بعت لمجموعه كبيره، بس ان شاء الله هحاول اكمل الباقي، العدد كبير جدا اللي بيبعت لي. بس هو الموضوع سهل يا جماعه. انت لو دخلت على السوشيال ميديا اي حته، اي موقع، اي جوجل، تقول بس الكشف التقسيم اللي جاي بتاع محافظه القاهره، هيطلع لك كامل مكمل يعني. بس الحلقه دي انا عايز اوضح للناس انت تحسبها ازاي، عشان ده اكتر سؤال جالي. انا ادفع كام؟ انا منطقتي ايه؟ اول حاجه يا فندم، انت هتخش على الكشف وتعرف منطقتك مكتوب قدامها ايه، متوسطه ولا اقتصاديه الاول، ولا متوسطه ولا مميزه. دي اول خطوه. طب بعد ما تعرف انت منطقتك ايه من الكشف، والكشف على فكره موضح حاجات كتير، يعني الكشف موضح ومنزلين رسومات عشان يوضح لك ان المنطقه دي اقتصاديه ولا مميزه ولا متوسطه. هو حتى في رسومات نازله مع الكشف، انت لو دخلت على جوجل هيجيبوا بكل سهوله، وانا برضو بحاول ابعته للناس بس العدد كبير جدا، فانا على قد ما اقدر يعني. طيب نفترض دلوقتي ان انت منطقتك اقتصاديه، وانت هتحسبها ازاي؟ سيبك من 250 جنيه كنت بتدفعها، انساها خالص دلوقتي، يعني انسى ال 250 جنيه عشان ما تلخبطكش. انت مجرد ما طلع القرار بتاع المنطقه واصبحت منطقتك اقتصاديه اللي هي اقل شريحه، طيب هتعمل ايه؟ اخر اجره كنت بتدفعها كام في شهر 7 او 8 اللي فات، اللي هو قبل صدور القانون 164 لسنه 2025؟ هنفترض مثلا ان انت كانت اخر اجره بتدفعها 10 جنيه مثلا، عشان تبقى الحسبه سهله بس. طيب القانون هنا بيقول لك ايه بقى في الاقتصاديه؟ هتضرب اجرتك في 10 اضعاف. طب 10 اضعاف طلعت كام بعد ال 10 جنيه دي؟ ال 10 جنيه بتدفعها دي طلعت كام؟ طلعت 100 جنيه. طب هو القانون بيقول لك ايه؟ الحد الادنى للمنطقه الاقتصاديه 250 جنيه، وانت اصلا بتدفع 250 جنيه من 1/9، فانت مكمل عادي. ده مثل اهو لو 10 جنيه. طب لو انت 100 جنيه، مثل تاني عشان برضو افهمك، لو انت 100 جنيه يبقى هتحسبها ازاي؟ هتختار ال 100 جنيه في 10 اضعاف، اللي هي اخر اجره كنت بتدفعها في شهر 7 اللي فات. سيبك من 250 جنيه من 1/9 عشان ما تتلخبطش. ال 100 جنيه دي هتعمل فيها ايه؟ هتروح ضاربها ب 10 اضعاف، هتبقى كام؟ هتبقى 1000 جنيه. طب انت كنت بتدفع كام؟ 250، يبقى انت الفرق بتاعك كام؟ 750. هتروح حاسب ال 750 دول من 1/9 لحد شهر يناير، تجمعهم على بعض وتروح مطلعهم كفروق ايجار من 1/9، وتبدا من فبراير تدفع ال 1000 جنيه او تدفع ال 250. لو اجرتك اقل من 250 هترفعها ل 250. لو الناتج بتاعك بتاع الاجره بتاعتك عدى ال 250 هتدفع الرقم الاعلى، ما عداش يبقى هتدفع 250 بس. ده الاقتصادي. هنخش على المتوسط، نفس الفكره بقى. اخر اجره كنت بتدفعها قبل القانون ما يطلع، هتروح ضارب في 10 اضعاف. طلعت اكتر من 400 هتدفع الاكتر، طلعت اقل من 400 هتدفع 400. والفرق ما بين ال 250 وال 400 150 جنيه، هتروح ضاربهم من 9 اللي فات لحد يناير، تجمعهم وتطلعهم يا في انذار لو انت بتدفع عن طريق المحكمه، يا في وصل لو انت بتدفع بالود مع المالك. واعتبارا من فبراير تبدا تدفع 400 جنيه. هنخش على المميز، نفس الكلام. لو اجرتك بعد ال 20 ضعف، احنا المميز 20 ضعف، بعد ال 20 ضعف عدت ال 1000 جنيه هتدفع اللي عدى، وتحسب الفرق بتاع ال 250 جنيه من الاجره الجديده، وتجمعهم برضو من شهر 9 لحد شهر 12 لحد شهر يناير، وتروح دافعهم على بعض، او ممكن تقسمهم على فكره، وهقول لك ممكن تقسمهم ازاي. وتبدا من شهر فبراير تدفع الرقم اللي طلع. طب لو الناتج بتاعك بعد ال 20 ضعف طلع اقل من 1000 جنيه، هتروح انت دافع ال 1000 جنيه، ما ينفعش تدفع الاقل، هتروح دافع ال 1000 جنيه. هترفع انت ال 1000 جنيه وتروح حاسب برضو الفروق وتدفعها. طيب هل ينفع ان انت تدفع الفروق دي بالتقسيط؟ ينفع. ازاي؟ وانت بتدفع فبراير اللي هو بيجيب الوضع الجديد بقى، بعد ما تحسب ال 10 او ال 20 في ال 20 ضعف، هتروح دافع فرق من شهر 9 مثلا. انت مثلا الفرق بتاعك 750 جنيه واجرتك 1000 جنيه، هتدفع ال 1000 جنيه عادي، وال 750 جنيه دول بتوع شهر 9. وانت بتدفع مارس تروح دافع 10، وانت بتدفع ابريل تروح دافع 11، وانت بتدفع مايو تروح دافع 12. في خلال 4-5 شهور هتكون بتدفع الاجره السليمه بتاعتك وجزء من اللي عليك. ده قانوني على فكره، يعني المالك مش من حقه ان هو يجبرك على الفروق كلها مره واحده. لو حب يجبرك، عبال ما يجبرك ويشتكيك تكون انت خلصتهم اصلا. يعني عبال ما يفكر يشتكيك ويرفع عليك قضيه وعشان انت ما بتدفعش الاجره، لا انت بتدفع فبراير ومارس وابريل، تمام، ودافع جزء من القديم اللي هو من 9 ليناير، وبتدفع كل شهر مع ده
شهر قديم شهر جديد وشهر قديم فرق، شهر جديد ده هينفع. في اللي عايز يخلص اوكي ممكن تجمعهم على بعض وبانذار واحد في المحكمه تروح دافعهم وتبدا من فبراير تدفع كل شهر بشهره. في واحد ممكن يدفعهم على مرتين، اوكي اعمل انذارين، الشهر الجاي انذار بجزء والشهر اللي بعديه انذار بجزء. لو انت بتدفع في المحكمه طب بتدفع ودي يبقى الايصال بتاعك هتكتب فيه، حتى لو انت من غير ايصال مطبوع انت ممكن تعمل ورقه على فكره تكتبها انت وتحدد فيها انت هتدفع له زي مثلا من شهر 9 لشهر 12 وهتدفع يناير لوحده، او هتدفع 9 و10 و11 و12 و1 لوحده عادي، كل ده ينفع بس تدفع. المهم تدفع بقى شهر قديم وشهر جديد تدفعهم على بعض المتاخرات براحتك بس تدفع ما تسكتش. في ناس بعتت لي ان في مستاجرين ما دفعوش من شهر 9 بيدفعوا برضو القديم، انت كده واقع في مشكله. هو لو بدا ينذرك في المحكمه ويبدا ياخد اجراءاته القانونيه ضدك وانت برضو مصمم هتحط نفسك في وضع ان انت ما بتدفعش الاجره طبقا للقانون اللي اتطبق واللي صدق عليه من الرئيس اللي هو 164 لسنه 2025، فهيبقى من حقه ان هو يمشيك، ده قرار انت ما بتدفعش الاجره. وده اعتبر اكتر حاجه ممكن تطرد اي مستاجر، عدم سداد الاجره. طب يا فندم انا عامل طعن في المحكمه ومستني قرار الطعن اللي انت عامله ما يوقفش تنفيذ القرار. ليه؟ ان القرار ده رسمي والدوله مصدقه عليه. الطعن الله اعلم هيطلع نتيجته امتى؟ لما تطلع نتيجته ونشوف بقى المحكمه هتوافق ولا هترفض. ساعتها لو المحكمه وافقت، مثلا نفترض المحكمه وافقت على الطعن بتاع حضرتك بتاع تقسيم اللجان وقالت لا غير دستوري، ساعتها هتعمل ايه؟ هتعمل حاجه اسمها تسويه. انت دافع له كام وهو اصلا المفروض ياخد كام وتروح حاسب بقى اكنك دفعت له يعتبر مستقبلا. ده لو نفترض ان المحكمه الدستوريه او الطعون المتقدمه في مجلس الدوله اتقبلت. طب لو ما اتقبلتش يبقى انت بتدفع. طب انت ما بتدفعش، هل هو بقى انت كمستاجر هتقول للمحكمه والله انا ما بدفعش عشان انا عامل طعن؟ لا يا باشا مالهاش دعوه، خلي بالك يعني، عشان بس لو حد قال لك معلومه غير كده يبقى بيسخنك عشان يوقعك في مشكله. ادفع عشان ما تقعش في مشكله. انا عارف ان في بعض الناس مناطقها او هو حاسس ان الموضوع كتير عليه، بس برضه قيس الوضع في البلد عامل ازاي. لما تبقى قاعد في منطقه مميزه زي مصر الجديده ولا مدينه نصر، ولا قاعد في منطقه عاليه الايجارات فيها بتوصل ل 10 و15000 جنيه و20000 جنيه وانت تدفع 2000 جنيه مثلا وتقول اصل كتير عليا، لا يعني بالمنطق معلش يا جماعه يعني نحسبها بالعقل. في مناطق ممكن تكون قليله فعلا وممكن يكون فيها شويه ظلم، بس هو عمره ما يحسبها لك بالشارع، هو يحسبها لك بالمنطقه على بعضيها. في حته يعني في مناطق معينه هتلاقي فيها عماير عاليه قوي ونفس الشارع فيه عماير تعبانه. هو هيقسمها لك شارع وشارع او ده زاويه وزاويه؟ لا، هو بيقسمها كمنطقه، ده طبيعي. ما هو ما ينفعش يقسمها شارع شارع، هو يقسم القاهره شارع شارع يبقى مش هنخلص، يبقى احنا عمرنا ما هنخلص، الموضوع يبقى صعب جدا. فانا بس حبيت اوضح للناس ازاي تظبطها وتحسبها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، نحاول ان احنا نشيره عشان نوصل المعلومه للناس، ان انا مش قادر ارد على كل واحد بتفصيلته اللي هو عايزها، الموضوع هيبقى صعب جدا عليا. فالفيديو يوضح للناس تبص على الكشف تحسب اجرتك وتحسب المتاخرات اللي عليك وتمشيها زي ما انت عايز. ممكن تقسط وممكن تدفع على بعضه، الاثنين قانوني ما فيش اي مشكله خالص. تحياتي ليكم، لايك وشير ومتابعه عشان يجي لك كل جديد في اي تفاصيل انتوا محتاجينها. انا بجمع الاسئله وبحاول ارد عليها عن طريق فيديو عشان اسهل الامور شويه عليا وعلى حضرتك. اشوفكم على خير وبالتوفيق للجميع.